السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ غادة. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض مخلل مشكل جميل جدا. احنا لسه مخللينه النهارده ومش هنفتح عليه غير على اول رمضان. كل سنه وانتم طيبين، عشان نلاقي حاجه حلوه كده تفتح نفسنا على الاكل. اهم شيء ما تنسوناش باللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من مطبخ غادة. دلوقتي يا جماعه، أنا عشان اوفر عليكم الوقت فانا مقطعه الجزر والخيار والفلفل بالشكل ده. في سكينه بتبقى بتقطع الشكل ده، تقدروا تجيبوها. تمام. ومعايا كمان القرنبيط، بتبقى وردته كبيره وبقطعه قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده. ومعايا الملح، ده حاجه اساسي. ومعايا كمان البطرمان اللي اخلل فيه، ومعايا توم، ومعايا فلفل احمر. ودلوقتي انا حاطه ميه تغلي على النار عشان اعمل معاكم اول خطوه اللي هي اهم خطوه. ان انا بغلي الميه الاول كده وبقوم حطاها على القرنبيط. يا دوبك ما بخل يعني يا دوبك هو دقيقه انا بسقط عليه الميه كده واقلبه تقلبتين وبقوم مصفياه على طول. وبعد كده بديله ميه ساقعه صدمه على طول علشان يبقى معايا حلو. انا مش عايزاه يتهري يا جماعه، انا يا دوبك بس بديله بس حاجه كده تدبله، حاجه بسيطه عشان ايه يتخلل معايا كويس. تمام كده، انا صفيته وشطفته بميه ساقعه. دلوقتي بقى هجيب الثوم معايا والفلفل الاحمر وهبتدي ان انا اخلط الاتنين ببعض كويس جدا وهقلبه. وفي الوقت ده هبتدي ان انا اجهز البطرمان بتاعي. طبعا بكون غسلاه كويس جدا وحاطه فيه حبه ميه سخنه ومفضياهم عشان اعقمه. دلوقتي معايا اهو المخلل المشكل زي ما انتم شايفين. هبتدي احط رق من المخلل واحط جزء من التومه مع الفلفل الاحمر، وهبتدي اعمل رق ورق لحد لما املى البطرمان بتاعي كله. اهم شيء ما تنسوناش باللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من مطبخ غادة. واللي بيتفرج علينا لاول مره ما ينساش يعمل اشتراك قبل ما يخرج من القناه. واتمنى ان كل اللي بيجرب وصفاتي يا ريت يصورها وينزلها لي على التعليقات، عشان نفسي بجد اشوف الوصفات بتاعتي في ناس عملتها ونجحت معاهم ولا لا. دلوقتي انا اهو ببتدي املى البطرمان واحط التتبيله بتاعتي اللي هو الثوم والفلفل الاحمر. وهبتدي ان انا اكبس البطرمان كويس عشان ما يكونش فيه اي هوا، اي فراغ كده. اضغط بايدي كويس جدا عشان يقدر ياخد الكميه كلها زي ما انتم شايفين كده. واللي عايز يجرب في كميه اقل يقدر يجرب. لو حد خايف يجرب الكمية دي وتبقى كتيرة عليه، فممكن تجربي في برطمان صغير حاجات بسيطة كده وان شاء الله هتطلع معاكي في منتهى الجمال. طريقتنا سهلة وبسيطة وسهلة على اي حد يقدر ينفذها. بصي، بفضل اكبس كويس جدا كده بايديا عشان المخلل، عشان الخضار اللي معايا ده ما يبقاش فيه هوا تحت. فبفضل اضغط اضغط لحد لما الكمية كلها تتحط جوه البطرمان. وكمان عشان ما يبقاش عايم. زي ما انتم شايفين كده انا مليت كل البطرمان اهو. بعد ما مليت البطرمان بجيب معلقه من السكر، ودي خطوه مهمه جدا انا عايزه اقول لكم عليها. انا بحط معلقه من السكر، دي بتحافظ على التخليل وقت اطول، وفي نفس الوقت بتخلي لك الخضار مقرمش وجميل جدا. في الوقت ده بعد ما حطيت معلقه السكر بجيب حبه ميه في الطبق واقوم احط فيها الملح. وابتدي ان انا اقلبه واتاكد ان الحدوقيه بتاعته كويسه، ما تبقاش حدوق يعني ما يبقاش دلع، لازم يبقى الحدوقيه بتاعته زياده شويه. علشان هو الملح اللي بيحافظ لك على التخليل وقت طويل. لو الملح قليل بيبوظ لك المخلل. زي ما انتم شايفين كده انا مليت البطرمان بتاعي بالكميه دي وبضغطه كويس جدا زي ما انتم شايفين. وببتدي ان انا اغطيه بغطا محكم كويس جدا، وان شاء الله هنفتح عليه على رمضان وعليكم خير ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. وابتدي ارجه كده كويس واتاكد ان كل حاجه آه بقت كويسه في البطرمان زي ما انتم شايفين كده. شكله هايل. نفسي تجربوا الوصفه ولا تنسوني بالدعاء ان شاء الله.